بص يا صاحبي، انا في فيديو النهارده اعلمك ازاي تحول جوده الفيديو بتاعتك من كده لكده وبطريقه سهله جدا. وطبعا يا صاحبي ده اكتر شرح اتطلب مني الفتره اللي فاتت. لو انت منشئ محتوى على التيك توك او في اي ابلكيشن، طبعا الجوده دي بتعتمد شيء رئيسي اللي هي تطلع الفيديو بتاعك. انا اعلمك ازاي تعمل الجوده بتاعتك ومن خلال برنامج كاب كات. ده اكتر شرح اتطلب مني الفتره اللي فاتت، وعشان ما نطولش كتير اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه. وكالعاده يا صاحبي احنا شرحنا قبل كده عن برنامج كاب كات، لو انت ما شفتوش لازم تشوفه عشان تعرف اساسيات برنامج كاب كات. انا سايبه لك في علامه الايفون. وبعد كده يا صاحبي عشان تظبط الجوده هتفتح برنامج كاب كات معايا. الفيديو مش هيطول يا صاحبي، مش هيطول نهائي، فما تقدمش الفيديو عشان تعرف الطريقه. اول حاجه هنعملها كده هتختار الفيديو اللي احنا هنظبط من خلاله الجوده. طبعا هتفتحه على برنامج كاب كات. انا اقول لك الدرجات اللي انا بستخدمها وانت هتعمل بالدرجات، واقول لك تحفظ الفيديو على كام، على 4K ولا 1080، لان في ناس يعني مش عارفه الطريقه دي ومحتاره اللي هي تعمل ايه. طيب اول حاجه نظبط جوده الفيديو. كل اللي علينا هنجيب الفيديو من اول هنا كده مثلا، نقص الزيادات دي تعمل لها ديليت. طبعا يا جدعان لو ما شفتش الشرح بتاع كاب كات دوت والله العظيم هيفوتك كتير. اول حاجه يا صاحبي هتظبطها في الجوده، هتضغط على الفيديو بالشكل ده كده، وبعد كده هتشد الناحيه الشمال زي ما انت شايف اهوت، هتلاقي كلمه تعديل، لا تعديل الالوان بتاعت الصوره. اعمل نفس الارقام اللي انا عاملها، نفس الارقام اللي انا عاملها اعملها عشان الجوده تطلع معاك. والله العظيم انا كانت في ناس على التيك توك بتفكر ان انا بصور بكاميرا. انا الارقام دي انا ما كنتش عايز اطلعها وما كنتش عايز يعني سر الجوده وكده، بس انتوا اخواتي وطلبتهم مني فلازم انزلها. وطبعا انت لو مش محتوى تستفاد برضه. اول حاجه يا صاحبي هتيجي على الساتوريشن، انا بعملها 20، هتعمل الساتوريشن 20 عشان تديك سيم الايفون. وبعدين هتيجي معايا على الاكسبوجر، على الاكسبوجر هتعملها -20، -20 ايوه -20. وبعد كده هتيجي معايا على الاضاءه اللي هي اول واحده هتعملها لحد 5، تمام لحد هنا تمام. بعد كده هتيجي على الشرب اللي بتبين لك التفاصيل بتاعه الفيديو بتاعك هتعملها 50، تمام لحد هنا تمام. هتيجي معايا بقى على الهايلايت، هتعمل الهايلايت كده -20، تمام. بعد ما تعمل هايلايت -20 بص يا صاحبي فرق الجوده، ده الجوده بعد الفيديو وده قبل. طيب ايه اللي بعمله بعد كده؟ بتيجي معايا هنا يا صاحبي على تعديل اهوت. طبعا دي ميزه جديده ببرنامج كاب كات جامده جدا، بتيجي بتعمل لك الريتاش بتاعه الوجه بتاعك زي ما انت شايف كده، بيبدا يحدد لك الوجه. كل اللي عليك هتزود دي لحد 30، تمام. لو انت عايز تعمل تبييض في السنان برضو هتجيب بتاعه الاسنان دي وتعملها لحد مثلا 20، تديك برضو شكل جامد. طبعا يا صاحبي دي كل اللي انا بعمله في الجوده. طيب ايه بقى بتحفظ الفيديو كام، 1080 ولا بتحفظه 4K؟ لان انا مش عارف. بص يا صاحبي انا بضغط على كلمه حفظ الفيديو، هنرجع تضغط عليها 720 تعملها 1080 على 30 فريم. ما تقوليش بقى على 60 فريم ولا 4K، هتحفظها 1080 على 30 فريم. وشوف الفيديو بعد ما ينزل على التيك توك عندك او على اي ابلكيشن هيبقى عامل ازاي، هتلاقي بص فرق جامد في الفيديو. فده كان شرح الجوده في فيديو النهارده بطريقه سهله جدا. ولو عايزين شروحات ثانيه عن برنامج كاب كات انزل قول لي في التعليقات، الشرح بسيط جدا كان مطلوب مني. ما تنساش بقى يا صاحبي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، وقول لي في التعليقات عايزين شرح ايه تاني عن برنامج كاب كات. سلام يا اخواتي.